بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح الفل والياسمين أو مساء الفل والياسمين على حسب ما بتشوفيني. أنا نجلاء ودي قناتي أحلى الأكلات مع نجلاء. لو لسه أول مرة تشوفي خشي كده في القناة وخديلك فيها جولة إن شاء الله تستفادي منها ولو بمعلومة بسيطة وتعجبك إن شاء الله. ولو عجبتك القناة ما تبخليش بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلك الاشعار. هنعمل النهاردة الكبسة السعودي بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة. ان شاء الله تجربيها وتعجبك. هنعملها هي نفس مكونات الاكلة بتاعتنا، بس هنعملها في حلة واحدة. تسهيل واختصار للوقت ووصفة حلوة تنفعك في رمضان. يعني لو عندك عزومة في رمضان وحبيتي تعمليها هتعملي الأكلة دي وجنبها شوية سلطات وشوية مخلل كده ان شاء الله تعجبك وتقضي بالغرض. هنعمل ايه بقى؟ هنقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهنجيب الحلة بتاعتنا كده وهننزل بالمادة الدهنية بتاعتنا اللي هي زيت سمنة الاتنين مع بعض. دي حاجة اختياري خالص. وطبعا زي ما احنا متعودين ان احنا الاول بنعمل ايه، بنحط الفراخ بتاعتنا تتحمر الاول وبعد كده نحط عليها بقية الحاجات. لا، انا هعملها النهارده بتركية كده، يعني هتخليكي تشوفي شكل الفراخ في الاخر زي ما شفتيه كده. اول حاجة هنعمل اللي نحط البصل بتاعنا وهنحط التوابل بتاعتنا اللي هي الجافة او الحبوب الاول. اي توابل عندك موجودة حطيها. قرنفل، قرفة حصى، ليمون مجفف، لورا، حبهان حصى، مستكة، اي حاجة موجودة حبوب عندك حطيها. هتفرق معانا في الطعم. بس الاول اول حاجة قلت هندي البصلاية تشويحة بسيطة كده. انا مش عايزاها تغير اللون، بس انا عايزاها تدينا تشويحة بسيطة كده اهي. زي ما قلت لك الحبوب اللي موجودة عندك بعد ما البصلاية اخدت تشويحة بسيطة خالص كده، مجرد ان هي دبلت معايا نزلت بيها قرنفل، حبهان حصى، واحدة قرفاية لو موجودة، ورقة لورا، ليمون مجفف. دي كده الحصى. وبعد كده هنزل بتشكيلة البهارات الناعمة، واحدة مكعب وكركم وكاري وقرفة وفلفل أسمر وملح و... وقرن فلفل حامي. برضو تشكيلة البهارات دي اللي موجودة عندك اختياري. وبعد كده هنزل بفص توم كله كده فريش زي ما انت شايفة، وحدي تقليبة، وقرن الفلفل بقى هيدينا تطعيمة جميلة مش هقولك يعني. وبعد كده هكون مجهزة معايا حبيتين طماطم مقطعاهم مكعبات صغيرة جدا كده، وهنزل بيهم وحدي بقى تقليبة كده محترمة، وهفضل اسوي فيهم، ومعلقة الصلصة طبعا عشان اللون هتدينا لون وشكل بقى زي ما هتشوفيه معايا. وهفضل بقى اسيبها على نار هادية كده لحد ما تاخد وتدي مع بعضها كده بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. بصي الشكل بقى مش هقولك تحفة تحفة. وطبعا الخطوة دي اختياري برضو خالص. دي معلقة زبيب موجودة عندك حطيها، مش موجودة عادي خالص هنكمل اكلتنا من غيرها تماما مش هتختلف معانا. وهنا بقى هنزل بالفراخ. انا هنا ما نزلتش بالفراخ في الاول، انا هنزل بيها في المرحلة دي وهديها تشويحة كده مع الخلطة الجبارة دي لحد ما تتشوح معاها كويس كده. وبعد كده هكون غالية مية وانزل بمية مغلية، لازم مية مغلية ما تنفعش مية ساقعة ابدا. هتعمل ريم كده على الفراخ بتاعتي ومش هتبقى حلوة خالص. احنا كده غلينا شوية مية. لو مش عندك الكاتل اغلي شوية مية في البراد كده وانت واقفة وهتديك النتيجة هي. بصي بقى الجمال وشكل الشوربة بتاعتنا شكلها ايه. انا هنا هفضل اسوي الفراخ تسوية كاملة اكني بسلقها بالظبط، بسلقها بس طعم بقى الشوربة بتاعتها بقى دي هي اللي هتفرق معانا في الرز. زي ما انت شايفة كده الفراخ بتاعتي استوت تسوية كاملة. هشيلها بقى كده وهحطها في الصينية دي وهركنها شوية. وهنا معايا نص كيلو رز بسمتي، انا هنا غسلاه مش نقعاه، يا دوبك غسلته بس كده وحطيته بقى في الشوربة بتاعتي دي. طبعا مقدار الشوربة انا لما لقيته زيادة شلت منه شوية.
وهنا الفراخ بتاعتي بقى، عندك معلقة الصلصة على معلقة الزيت على شوية ملح شوية فلفل اسمر، وتعمليهم خلطة كده وتدهني بيهم الفراخ بتاعتك وتدخليها تحت الشواية. اول ما الرز يستوي هتكون الفراخ بتاعتنا اخدت اللون اللي احنا عايزينه. زي ما انت شايفة كده، حاولي تمسحيها كلها كده كويس جدا، ما تخليش ولا حتة عشان كلها تاخد نفس اللون. انا حسيت ان الطريقة دي مختلفة شوية عن ان هي بحمر الفراخ في الحلة واسوي عليها. بتبقى جميلة، ومش هقولك مش بتبقى حلوة، لا بتبقى جميلة، بس لون الفراخ مش بيديني اللون الحلو بقى. لو انت عندك عزومة اللون ده مش بيدينا بقى اللون دوت كده. هنا بصي بقى شكل الفراخ بعد ما اتحمرت تحت الشواية، والرز بتاعنا المفلفل الجميل، وفضيتها وقدمتها هي الكبسة وبطريقتنا العادية بتاعت الكبسة بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. وزي ما قلت لك، لو عندك عزومة او فكرة للفطار في رمضان اعمليها، واعملي شوية سلطات جنبها وشوية مخلل بقى والعصاير والحاجات دي، هتبقى احلى عزومة هتعمليها، ومش مكلفة بقى وتقفي في المطبخ طول النهار ولا اي حاجة. اتمنى الفكرة تكون عجبتك واستفدتي منها، والسلام عليكم.